الأمة الإسلامية قبلة المسلمين المملكة العربية السعودية. هذا بالنسبة للفريق المغربي اللي راح يمثلوا الخمسة اللي راح ستارت اوف ذا جيم بالنسبة في هذه المباراة، اللي هو يوسف بن سلام، وبعدين سفياني المسرار، وبلال باكولي، واللاعب رقم 11 وسفياني رقم 8، وعثماني إدريس هداف الفريق أيضا رقم 5. هذا بالنسبة الخمسة للفريق المغربي. والحكم المباراة يجري قراءة المباراة، يطلب الآن من اللاعبين دائما والصورة التذكارية في هذه المناسبة: أمة واحدة على أرض المملكة العربية السعودية قبلة الإسلام والمسلمين. طبعا بالنسبة للفريق الأفغانستاني، محمدي حارس المرمى، محمد سفاري هو حارس المرمى رقم 1، مهدي رقم 4، أكبر رقم أو كاظمي رقم 10، محمد مرادي رقم 11، حميد رضا رقم 3، وعلي أحمد حسيني رقم 2. هذا بالنسبة للخمسة للفريق الأفغانستاني. الكل يستعد لبدء هذا اللقاء. 4 نقاط كل فريق لديه في هذه المباراة، فوز وتعادل فوز وتعادل. بينما أيضا هناك الفريق الإيراني عنده فوز وتعادل، لكن أمام مباراة سهلة بالنسبة للفريق الإيراني، خامس العالم في هذه اللعبة أو في لعبة الصالات، كرة القدم الصالات، بالنسبة العام الماضي للفريق الإيراني. الآن أيضا المنتخب المغربي سادس العالم، الآن أمام مهمة صعبة شوي للفريق الأفغاني اللي قدم مستوى كبير في هذه البطولة بالنسبة لكرة القدم للصالات، وكان الحقيقة حديث الجميع. هذا الآن بالنسبة للفريق الأفغانستاني الخمسة والمدرب مجيد. الآن راح الاستعدادات الأخيرة واللمسات الأخيرة والتوجيهات الأخيرة من المدربين لدى اللاعبين. المنتخب المغربي هو اللي راح يبدأ أو من يبدأ في ركلة البداية. المنتخب المغربي الآن عند اللاعب رقم 11، اللاعب بلال. بدأت المباراة على بركة الله. المنتخب المغربي يبدأ في الكرة، وهنا اللاعب رقم 14 إدريسي. كرة مقطوعة، تعود الكرة خلفية للحارس المرمى، يلعبها طويلة وين بعيدة لخارج الملعب لمصلحة المنتخب الأفغانستاني. هذا بن سلام الحارس للمنتخب المغربي، قدم مستوى كبير في أمام المنتخب الإيراني. كرة ملعوبة تلعب الخلف، تعود المنتخب الأفغانستاني. الآن اللاعب رقم 5 سيد، هذا هو سيد. تمريرات طويلة لكنها سهلة تصل في يد حارس المرمى المنتخب المغربي. المحاولات الآن للاختراقات، الدفاعات للمنتخب المغربي، تمريرات الله على المهارات. المنتخب المغربي قائد الفريق اللاعب سفياني إلى اللاعب 14 إدريس، كرة إلى خارج الملعب. المنتخب المغربي هذا إدريس، إدريس رئيس. هنا الآن اللاعب السيد. المنتخب الأفغاني كرة مقطوعة، هجمة مرتدة الآن. المنتخب المغربي نعم، المنتخب المغربي يبدأ في أول الهجمات مرتدة رائعة. سفياني قائد الفريق يبدأ بالتسجيل أول الأهداف في أول، وهنا فرحة الجمهور المغربي على اللقطة الماضية وعلى الهدف التقدم الآن في بداية المباراة، في بداية نعم هجمة مرتدة. هذا هو القائد يسجل الهدف الرائع، وهنا فرحة كبيرة للمنتخب. نعم بداية جيدة
في الدقائق الأولى. في الدقيقة الثانية يسجل المنتخب المغربي الهدف الأول، وهنا الحيرة لدى المنتخب الأفغانستاني غير مصدق في أول كرة، لكن فيها إعادة هنا. إيش هنا إعادة فيديو. الحكم طارق، هل هناك خطأ؟ لا أعتقد، ما أعتقد أنه الآن بيتأكد الفيديو سبورت فيديو أو فيديو سبورت المساعدة، تأكد هل الهدف صحيح أم هناك كان خطأ. هذه هي من مهمات حكم الفيديو. شوف الكرة، هذه الكرة، هل هناك خطأ؟ هجمة مرتدة. أتصور أن اللعبة مرة ثانية وثالثة. طبعا القرار في يد الحكام. يطالب بإرجاع الكرة الحكم الأول طارق الخطابي. انتظار القرار. شوف، ممكن في خطأ، ممكن. هذا هو فيديو سبورت تحت انتظار القرار. الحكام حكام دوليين، هل هناك خطأ؟ نعم، القرار، واعتقد انه ربما في خطأ. اذا الغاء الهدف بعد المراجعة الفيديو. احتسب الهدف. اذا اللعبة عادية، نعم احتسبت. وطبعا القرار غير عاجب الأفغانية، لكن خلاص هذا قرار الحكم بعد الفيديو وفي الإعادة إفادة. نعم، وهنا فرحة الهدف الأول بالنسبة للمنتخب المغربي. قرر، والهدف الآن خلاص بدأت الأمور تعود. هنا لعبة سريعة، هنا هجمة مرتدة عند اللاعب إدريس الكابتن. كرة ملعوبة، إدريس ملعوبة إلى اللاعب سفياني، إلى بلال. سفياني. المنتخب المغربي عازم على الفوز، ما عنده حلول إلا الفوز، لأنه الفريق الإيراني هناك متربص. الفريق الإيراني ملعوبات، تمريرات، سيطرة. المنتخب المغربي الآن هنا إلى وين؟ كرة مقطوعة تعود إلى اللاعب 5 سيد. كرة مقطوعة مرة أخرى. المنتخب المغربي حالة الهجوم الآن. المنتخب المغربي يمرر. ملعوبة، كرة مقطوعة الآن تعود هجمة، لكن إلى خارج ملعب من اللاعب مهدي. طبعا التغيير دائما مفتوح. اللاعبين المنتخب المغربي الآن كرة الخلف إلى إدريس، إلى إلى سفياني، إلى إدريس، سفياني إلى بلال، لكن الكرة إلى خارج ملعب لمصلحة المنتخب المغربي. شوف، لاحظ التغييرات على طول. هدف مباغت لمصلحة المنتخب المغربي في بداية المباراة. كرة ملعوبة إلى طويلة، لكن وين؟ إلى خارج الملعب لمصلحة المنتخب الأفغاني. هذا هو الحارس محمد سفاري يمرر. كرة ملعوبة مقطوعة المنتخب المغربي إلى سفياني. إدريس. كرات سريعة، تمريرات بينية. الحكم يقول ما فيها شيء. لعبة مرتدة. الكرة وين؟ إلى خارج الملعب. لعبة مرتدة لكنها بعيدة إلى خارج ملعب. هذا هو قائد الفريق سفياني المسرار. المنتخب المغربي لديه الكرة الآن خارج الحدود، الحد الجانبي. شوف التمريرة،
هذه محاولة إعادة للكرة الماضية لكن ما فيها، الحكم أعطى فيها ادفانتج، ما فيها شيء. طبعا الاحتكاكات وليست كرة القدم أو ال 11 ب 11، لا كرة الصالات غير، فيها شوية ادفانتج، فيها لعب. هنا محاولة الآن محمد، تمريرة مقطوعة الآن في هجمة سريعة. الخطأ الأول، الخطأ الأول على اللاعب رضا حسين. الرضا حسين يرتكب الخطأ الأول، هذا الخطأ، هذا الخطأ الأول. هنا المدرب المنتخب المغربي هشام مرة أخرى الآن، المنتخب المغربي عثماني، كرة ملعوبة لكنها سهلة في يد حارس المرمى، تلعب الكرة طويلة لا الحارس للحارس، لكن كرة إلى خارج ملعب، أراد يلعبها في المرمى، لكن طبعا هذا هو محمد سفاري. المنتخب المغربي من جديد، حالة الهجوم إلى المنتخب المغربي عثماني، تمريرة طويلة إلى على عثماني إلى خارج الملعب. الإدريسي هذا هو الإدريسي، عثمان تلعب الكرة إلى محمد، المنتخب المغربي، كرة مقطوعة لكن انتبه لا تلعب بالكرات مثل هذه الكرات خطرة. المدرب المنتخب مجيد، مدرب المنتخب الأفغاني، كرة ملعوبة طويلة بلا عنوان خارج الملعب، المنتخب الأفغاني. هذا هو اللاعب رقم 11 محمد مرادي، كرة ملعوبة، تمريرات سريعة المنتخب المغربي، لكن شوف الدفاع الضاغط، دفاع ضاغط على المنتخب المغربي، يريد يخرج الكرة لكن الكرة وين؟ إلى خارج الملعب. محاولات إلى المنتخب، محمد مرادي إلى حارس المرمى محمد سفاري، يبحث عن من؟ محمد إلى مرادي، كرة ملعوبة وكرة تمريره، كرة خطيرة، الله 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 الله، كرة خطيرة إلى خارج الملعب، كاد يعادل النتيجة، لكن هنا تصدي اللاعب المغربي عثمان إدريسي. عثمان يتصدى للكرة الماضية، شوف الكرة، نعم كرة إلى خارج ملعب ملعوبة، وكرة ملعوبة خطيرة لكن بيد حارس المرمى. بدأ المنتخب الأفغاني يدخل أجواء المباراة بعد الهدف المباغت في بداية المباراة، وكرة سريعة، هجمة، في خطأ على اللاعب محمد مرادي، خطأ، لعبة خطيرة وفيها الخطأ، هذا الخطأ الثاني على المنتخب وعلى اللاعب مرادي. شوف لا هذه كرة، لا هذه ما فيها، هذه ليست الكرة اللي عليها، هذه اللقطة واضحة من هنا، واضحة. شوف المدربين، كان الله في عون المدربين، أعصاب مشدودة في هذه المجموعة الأخرى أو المجموعة الثانية، مجموعة باء اللي فيها المنتخب السعودي يتصدرها الأوزبكي، الحقيقة تأهل المنتخب هنا، لكن المنتخب السعودي اليوم يكفيه التعادل أو الفوز أمام أذربيجان، وإن شاء الله مرشح المنتخب السعودي الفوز أو التعادل للتأهل للدور الثاني دولة 4 والمنافسة على أحدى الميداليات. مرة أخرى الآن محاولة إلى اللاعب عثمان إدريسي، عثمان إلى اللاعب رقم 3 أنس إلى خارج الملعب لمصلحة أفغانستان. مهدي، هذا مهدي يلعب الكرة لمحمد حارس المرمى، محمد سفاري يبحث عن من إلى عرضية، كرة مقطوعة تعود للخلف. الآن المنتخب الأفغاني يحاول اختراقات الدفاع، عنده محاولة كانت هنا محاولة لكن مقطوعة. الآن هاجم المنتخب الأفغاني، تعود مرة أخرى دفاع وهنا ملعوبة. نعم المنتخب الأفغاني بدأ يريد التعادل
يريد في الست دقائق الأولى يحاول التعويض. شوف الكرة الماضية اللي تصدى لها الحارس المغربي، وهنا محاولة دخول ولكن الحارس متواجد. بن سلام يلعب الكرة. اللاعب إسماعيل أمازال، هذا هو إسماعيل إلى خارج الملعب. اتلعبت الكرة على طول المنتخب الأفغاني يريد التعويض. تمريرات سريعة ملعوبة. في خطأ نعم، خطأ على اللاعب منتخب المغرب حسيني، خطأ على الحسيني مرة أخرى. الآن المنتخب الأفغاني يحاول، لكن الدفاعات حتى الآن هذا الخطأ واضح، خطأ على الحسيني. تتلعب على طول، كرة ملعوبة، هجمة مرتدة الآن المنتخب المغربي. هنا محاولة المنتخب المغربي، هنا مين يسدد؟ لا، غير راية، غير لعبات 1 2. وهنا مرة أخرى المنتخب المغربي سريع. الله، هو بلال الهدف الثاني. المنتخب المغربي في الهجمات المرتدة خطير المنتخب المغربي، خطير. لاحظ بلال، الله، في مباغته. لاحظ شوف الهجمة الآن، شوف التمرير كثرة التمرير، وهنا مباغته لحارس المرمى وللمدافعين، وبلال يسجل الهدف. كرة سهلة لكن سهل ممتنع في اللقطة الماضية. وهنا الفرحة لاحتياطي الفريق المنتخب المغربي، وهنا بلال وفرحة بالهدف، وبالتالي الفوز يضمن له التأهل كأول مجموعة، أيضا مهمة جدا. هنا وقت مستقطع للمنتخب الأفغاني. المدرب مجيد يحاول تعديل أوضاع الفريق الآن. الأوضاع غير مستقرة للمنتخب الأفغاني. إذن بدأت ركل أو سنترة الكرة للفريق الأفغاني. محاولة الآن 2-0 في وقت 7 دقائق. المنتخب المغربي يبسط سيطرته وهدفين في وقت جيد بالنسبة للمنتخب المغربي. تعود الآن المنتخب الأفغاني إلى اللاعب السيد، يحاول يتخطى لكن في زاوية. هنا زاوية، لا، أوت، ضربة مرمى اتلعبت على طول بالراس من حارس المرمى الحارس. وهنا تدخل الحارس محمد سفاري. زعلان محمد، هدفين في وقت مبكر. كرة ملعوبة بشكل طويل، لا، لعبها بعيد. نعم، لاحظ الحارس في حالة تقدم، هذا هو يوسف بن سلام. خلاص المنتخب يلعب الآن بأريحية، المنتخب المغربي. شوف الضغط الآن، الضغط على المنتخب الأفغاني. كابتن الفريق الكابتن مهدي نعم مهدي قائد الفريق. كرة الملعوبة الآن المنتخب المغربي، ملعوبة بشكل جيد. إلى وين؟ لكن الكرة إلى خارج ما طالت على سفياني. محمد المنتخب الأفغاني، لكن تعود مرة أخرى ملعوبة بلا خطأ. المنتخب المغربي، تمريرات تعود للخلف إلى بن سلام، يلعب كرة طويلة لكنها سهلة في يد حارس المرمى. ملعوبة
هنا الآن المنتخب الأفغاني كابتن الفريق مهدي، كرة طويلة مقطوعة عند اللاعب سفياني، هاجمة مرتدة، الله الله، تدخل المدافع في الوقت المناسب بالنسبة لسيد حسيني مصطفى، سيد مصطفى. كرة ملعوبة على الطاير إلى كابتن الفريق سفياني المنتخب المغربي. هنا محاولة لكن بيد حارس المرمى، تلعب على طول، تلعب على طول، لكن وين؟ بعيدة إلى خارج الملعب. هذا بن سلام وهذا محمد يعني مباراة الحراس حتى الآن تفوق الحارس المغربي في أكثر من كرة. تعود مرة أخرى، اتلعبت على طول لكن مقطوعة. المنتخب الأفغاني، تعود الآن المنتخب المغربي عند اللاعب سفياني، لكن الكرة إلى المنتخب بطولة التضامن الإسلامي السادسة هنا في المملكة العربية. انطلقت الأولى من المملكة العربية السعودية، وهي الآن تعود مرة أخرى إلى البيت الكبير، إلى قبلة المسلمين، المملكة العربية السعودية في التضامن الإسلامي. نحن أمة واحدة. نعم، المنتخب المغربي الآن محاولة، كرة إلى اللاعب إسماعيل، هنا إلى بوكيدر، مقطوعة، هذا حارس المرمى. واضح تفوق الآن المنتخب المغربي، سيطرته أو أسلوبه على المباراة. كرة مقطوعة الآن، كرة مقطوعة ملعوبة إلى الخلف، تدخل سلامات للاعب خداد إبراهيم، سلامات خداد إبراهيم. هذا هو، فيها احتكاك طبعا غير مقصود. شوف التدخل من اللاعب رقم 7 إسماعيل أمازال. هنا توجيهات المدربين. هشام طبعا فريق في العشر دقائق الأولى عنده هدفين، طبعا هدفين ليست هي لا، لكن مطمئنة نوعا ما في بداية المباراة، أعطت الفريق الحرية في التحرك بشكل جيد والطمأنينة في بداية المباراة. دائما الجس النبض في بداية المباراة، هدف مبكر في الدقائق الأولى، وبعد ذلك في الدقيقة السابعة أو السابعة والسادسة سجل الهدف الثاني. لكن إذا أراد المنتخب الأفغانستاني أن يعود المباراة عليه التسجيل، أقل تقدير أن ينهي الشوط الأول بفارق هدف. هنا محاولة للمنتخب المغربي، التمريرات للمنتخب المغربي، الكرة إلى الخلف، تلعبت على طول، هجمات سريعة، تمريرات رائعة جدا للمنتخب. أوهو، تدخل محمد، أوهو، أنقذ الموقف، كرة رائعة، أنقذ الموقف. هنا المحاولة، إسماعيل مازال، إسماعيل كاد أن يضيف الهدف. شوف الكرة خطرة، الكرة اتلعبت لكن تدخل المدافع في الوقت المناسب، وبالتالي ينقذ مرماه من هدف محقق في اللقطة الماضية للمنتخب المغربي، كاد أن يضيف الهدف الثالث. هنا لاحظ الكرة من اللاعب بكدور إلى خارج الملعب الآن، إلى عند اللاعب رقم 6 للمنتخب سفياني. كرة مقطوعة إلى بكدور، لعبت كرة إلى خارج الملعب، كرة ملعوبة بشكل طويل سهلة جدا تصل إلى حارس المرمى. الكرات تصل سهلة إلى بن سليم، كرة مقطوعة، استعجل في الكرة، كرة انقطعت لكن استعجل في الباص اللي هو اللاعب للمنتخب رضا حسين في اللقطة الماضية. تعود الآن المنتخب المغربي محاولة الآن، هنا تمريرة، كرة سريعة وفي خطأ، الخطأ الثالث
الخطأ الثالث لمصلحة المنتخب المغربي عند اللاعب عبد الكبير. هذا خطأ، سلامات لعبد الكبير. الآن الكرة خطأ لمصلحة المنتخب المغربي. من اللي راح ينفذ؟ القائد وتمريره، لعبة قوية اتلعبت إلى خارج الملعب إلى من اللاعب سفياني. كرات سهلة تصل لحارس المرمى بمهارة. المنتخب المغربي الآن حالة الهجوم، تمريرة لكنها طويلة إلى خارج الملعب. اعتراض القائد على قرار الحكم، لكن الكرة لمست المدافع، لمست اللاعب مهدي. كرة عند اللاعب بلال. الآن كرة ملعوبة تتصد في المدافع إلى خارج الملعب. هذا قائد الفريق سفياني المسرار بلال. هنا محاولة مرة أخرى بلال، تمريرة إلى القائد، تمريرات سريعة ملعوبة الخلف. بن سلام يتقدم الآن، يمرر إلى المنتخب. هنا محاولة كاد يأتي بالثالث سفياني. كرة تصدى لها محمد السفاري، يتصدى للكرة الماضية. ملعوبة الآن، كرة ملعوبة إلى وين لعبها وين اللاعب سفياني. هذه المرة خارج الملعب. هذا سفياني. المنتخب الأفغاني حالة الهجوم الآن، لكن شوف الدفاع محكم بالنسبة للمنتخب المغربي. المنتخب الأفغاني عند اللاعب سيد، والكرة إلى قال هذا هو السيد حسيني. قائد الفريق مهدي نورو ويزي. اتلعبت الكرة، لعبة اوهو لعبها، لكن وين طويلة على اللاعب سيد. لعبها زعلان الكابتن هشام. المنتخب المغربي بلال، كرة ملعوبة مقطوعة بشكل جيد. المنتخب المغربي بلال مرة أخرى، كرة ملعوبة سهلة، لكن الكرة تدخل المدافع إلى خارج الملعب لمصلحة المنتخب المغربي. الآن اتلعبت الخلف إلى بلال. هنا مع سفياني، محاولة سفياني ودفاع ضاغط على سفياني، ما فيها شيء. الحكم كرة هجمة، لكن تدخل أيضا بن سلام، تدخل بن سلام في الكرة الماضية ينقذ الموقف. هذا هو يوسف. تعود الآن المنتخب المغربي، المنتخب الأفغاني يحاول تمريرات رائعة، كرة خطيرة لكن إلى خارج الملعب. تمريرات كانت خطيرة. كاظمي اتلعبت على طول المنتخب، ولكن هنا تدخل اللاعب عباس حيدري. هذا عباس حيدري إلى خارج الملعب. القائد سفياني المسرار وسفياني البيروت. كرة الآن ملعوبة المنتخب اللاعب رقم 14 إدريس. كرة ملعوبة والحارس يتصدى للكرة الماضية مرة أخرى. المنتخب المغربي عازم، وخطأ خطأ 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 وكرت أصفر. لعبة خطرة، كرت أصفر على اللاعب رقم 8 من المنتخب الأفغاني، اللاعب عباس حيدري، يرتكب خطأ وبالتالي انذار. هذا الانذار هذا هو والخطأ الرابع الفريق. نلعب في الدقيقة الآن آخر 7 دقائق ونص تقريبا، دقيقة 13. شوف نلعب في الدقيقة 13. شوف الخطأ واضح لمصلحة اللاعب إدريس ذيني.
ملعوبة الآن عند اللاعب رقم 19 يونس. هنا ملعوبة لكن إلى خارج الملعب. كرة ملعوبة المنتخب الأفغاني هنا بشكل رائع. الله الله، فيها مهارة، فيها أداء رائع من اللاعب الأفغاني، اللاعب الرقم 8 اللاعب عباس حيدري. عباس حيدري لعب كرة خطيرة الآن. الكرة لدى المنتخب أو ضربة زاوية للمنتخب. هنا ملعوبة تلعب. وين بلا عنوان هذه يا اللاعب المنتخب محمد مرادي. لعب الكرة من جديد المنتخب المغربي. هنا محاولة الآن، كرة ملعوبة طويلة لكن تدخل الحارس إلى خارج الملعب. تدخل محمد السفاري حارس المرمى. الحكم ينذر. نعم، سيد حسيني اللاعب رقم 5. طارق الخطيبي. طارق الخطيبي الحكم الأول في هذا اللقاء يعطي الإنذار الشفهي لاعب المنتخب. هنا محاولة ملعوبة من اللاعب عثمان الدريسي. عثمان الإدريسي إلى خارج الملعب. تلعبت على طول، كرة ملعوبة بلا تركيز، تصل سهلة لحارس المرمى. تعود المنتخب المغربي. المنتخب المغربي أفضل في هذا الشوط في آخر 7 دقائق حتى المتبقية. حتى هذه ال7 دقائق المتبقية للمنتخب المغربي أفضل. هنا هجمة الآن سريعة المنتخب الأفغاني لكنها سهلة، تعود مقطوعة. المنتخب في هجمة مرتدة الآن، هجمة مرتدة المنتخب المغربي. محاولات هجوم المنتخب المغربي. تمريرات إلى وين إلى وين إلى وين. كاد يدفع الثمن، ما فيها شيء. اللعبة يقول الحكم نعم استمرار في اللعب. الكرة لم تخرج بكامل محيطها، اتلعبت وتدخل الله عليك، تدخل رائع جدا. لكن هنا التصويبة بعيدة من وهنا التحية من الجمهور المغربي المتابع في هذا اللقاء. مرة أخرى المنتخب الأفغاني يحاول جاهدا أن يعدل النتيجة. المنتخب الأفغاني مرة أخرى، المنتخب الأفغاني إلى اللاعب محمد. هذا محمد مرادي. كرة ملعوبة طويلة سهلة إلى خارج الملعب. لعبة طويلة سهلة. الجمهور أيضا الأفغاني يتابع ويدعم فريقه. أفغانستان نعم، رغم أنه فريق متأخر لكن لا زال الوقت مبكر على النتيجة. هنا كرة مقطوعة. المحاولة المنتخب هنا إلى اللاعب بكور. الكرة إلى خارج الملعب. هذا هو اللاعب عثمان الدريسي. واللاعب المقابل اللاعب رقم 12 خدود إبراهيمي. لعبة خطيرة. هنا حسيني يلعب الكرة على طول لكن هنا الحارس والكرة إلى زاوية. الآن المنتخب الأفغاني يحاول جاهدا. الكرة عند اللاعب سيد حسين أو سيد حسين. كرة ملعوبة مرة أخرى المنتخب الأفغاني. هنا سريعة ولكن تدخل المدافع للمنتخب المغربي إلى خارج الملعب. هذا حسيني. محاولات هنا ملعوبة مرة أخرى. الكرة لخارج الملعب. تمريرات. المحاولة هنا تمريرة لكنها طويلة إلى خارج الملعب لمصلحة المنتخب المغربي. المغرب الآن حالة الهجوم، يحاول تعزيز الهدفين بهدف ثالث. تقدم الآن وكرة ملعوبة. الهجمة الآن للمنتخب الأفغاني. كرة مقطوعة. المنتخب الأفغاني يحاول الآن إلى محمد مرادي ولكن الله يا يوسف بن سلام. يوسف ينقذ المرمى من هدف التعديل بالنسبة للمنتخب الأفغاني. تألق الحارس يوسف بن سلام في اللقطة الماضية.
يمنع هدف محقق للمنتخب الأفغاني. المنتخب الأفغاني مرة أخرى مرادي، التمريرات، كرة مقطوعة تعود مرة أخرى على المنتخب الأفغاني. تحسن أداء المنتخب، يحاول الآن تعديل النتيجة على الأقل بهدف قبل نهاية الشوط في آخر 5 دقائق. الآن المنتخب الأفغاني المحاولة الدخول لكن كرة مقطوعة، في خطأ وهنا انذار أيضا. هذا الخطأ الخامس على الفريق. لعبة خطرة هنا. لا، لعبة خطيرة على اللاعب محمد مرادي. لعبة كانت خطيرة على محمد مرادي. كرة ملعوبة الآن تعود، هجمة مرتدة المنتخب الأفغاني. الدخول الآن إلى خداد، إلى اللاعب 5 سعيد حسين. سعيد يحاول يتخطى، نعم، ولكن هنا التدخل المدافع المنتخب يونس إرداف. وتعود مرة أخرى هجمة مرة أخرى إلى خارج الملعب لمصلحة أفغانستان. لعبت كرة إلى مرة أخرى ضغط أفغانستاني الآن في الدقائق الماضية. حسيني، تمرير، التخطي والمحاولة. رائعة جدا. لعبة خطرة للمرة الثانية. السيد حسيني مصطفى ينجح في اللقطة الماضية، لكن الكرة إلى خارج الملعب. المنتخب المغربي الآن يحاول يعود المباراة. آخر دقيقتين كان السيطرة، وهنا محاولة هجوم التصدي، كرة إلى خارج الملعب. نعم، هجمات المرتدة للمنتخب المغربي خطيرة. هنا اللاعب في خط الحكم يوقف المباراة من أجل التأكد من الأدوات أو المرمى يكون في وضع الطبيعي. محمد حارس المرمى يبحث عن من. يا كرة طويلة وين بعيدة إلى خارج الملعب. حاول يلعب كرة للاعب رقم 10 أكبر كاظمي. الآن المنتخب المغربي قائد الفريق يحاول يتخطى، ما فيها شيء. الحكم يقول ما فيها شيء. طبعا هذا الخطأ الخامس. هنا محاولة الآن المنتخب، كرة للخلف. أو سادس العالم المنتخب المغربي، سادس العالم في البطولة العالم لكرة الصالات الموسم الماضي سنة 2024. كرة ملعوبة. المنتخب الأفغاني يحاول قبل نهاية الشوط الأول آخر 3 دقائق، لكن كرة مقطوعة. تعود مرة أخرى المنتخب إلى مرادي يحاول يتخطى، يمرر الخلف إلى مهدي. كرة طويلة وإلى خارج الملعب. هذا مهدي قائد الفريق. نلعب في الدقيقتين ونص الأخيرة من الشوط الأول، ولا زال المنتخب المغربي متقدم بهدفين مقابل لا شيء. كرات سريعة، تمريرات سريعة المنتخب المغربي. كرة عند اللاعب بلال، تمريرات، الله على التمرير، لكن قراءة جيدة من المدافع. تعود مرة أخرى المنتخب الأفغاني إلى مهدي، يلعب كرة طويلة مقطوعة إلى خارج الملعب.
كرة المنتخب المغرب الآن في منتصف الملعب. تمريرات، يريد على أقل تقدير أن يخرج فائزا في هذا الشوط بهدفين مقابل لا شيء، أو تعزيز بهدف ثالث بالنسبة للمنتخب المغربي. المحاولات الآن المنتخب المغربي إلى اللاعب سفياني، إلى السفياني المسرار عند اللاعب بلال. سفياني تمريرات سريعة، إدريس، والكرة ملعوبة لكن تدخل المدافع اللاعب السفياني المسرار، هذا هو قائد الفريق، إلى خارج الملعب لمصلحة المنتخب المغربي. نلعب في الدقيقة الأخيرة تقريبا ونصف على نهاية الشوط الأول، وكرة ملعوبة في طبعا مخالفة على المنتخب المغربي. الأفغاني الآن حالة الهجوم، يريد في الدقيقة الأخيرة أن يسجل هدف أقل تقدير حتى دخوله مع الشوط الثاني يكون لديه فرصة لتعديل النتيجة. هل يسجل هدف العودة قبل نهاية الدقيقة؟ لأننا نلعب في الدقيقة الأخيرة. محاولات خرق الدفاع المغربي المنتخب الأفغاني. التمريرات، محاولة، شوف زيادة لاعب عددية. كرة مقطوعة، كرة تمريرة، كرة خطيرة، لكن الكرة تدخل الآن المهاجم أو المدافع المغربي. تعود مرة أخرى المنتخب المغربي، كرة الخلف إلى بلال. بلال يلعبها لوين؟ إلى 14، إلى اللاعب إدريس. بلال مرة أخرى، تمريرة خاطئة وكرة خطيرة تعود إلى الخلف. خلاص نلعب في العشر الدقائق أو العشر الثواني الأخيرة الآن. إلى المدافع مهدي. الجمهور المغربي أيضا، وهنا أطلق الميقاتي نجاة البلوشي صافرة معلنة عن تقدم الشوط الأول. هذه التجمعات الجمهور الأفغاني، وانطلقت على بركة الله الشوط الثاني من هذه المباراة للمنتخب الأفغاني. محاولات الآن عند اللاعب الرقم 10، تمريرة طويلة ما في أحد. الكرة وين؟ إلى خارج الملعب لمصلحة المنتخب. هذا هو مرادي أو كاظمي. الآن كرة طويلة ملعوبة بشكل سريع، كرة سريعة ملعوبة لكنها سهلة تصل في يد حارس المرمى. هجم الآن مرتدة سريعة المنتخب الأفغاني في محاولة تعديل النتيجة. الآن المحاولة الآن مرة أخرى، هنا إلى وين؟ إلى المنتخب. هذه كرة خطيرة، كرة خطيرة، كرة إلى خارج الملعب، كرة إلى هذه محاولة المدافع، اتلعبت على طول لكن وين؟ بعيدة عن المرمى إلى خارج الملعب. شوف الآن بدأ اللعب سريع جدا، لعب فيه سرعة، محاولة الكسب الوقت بالنسبة للفريق الأفغاني لتعديل النتيجة قبل الشوط مع بداية الشوط الثاني. كرة إلى اللاعب الأفغاني سيد، كابتن الفريق، إلى سيد. كرة ملعوبة لكن هنا الله 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 على القائد مهدي. مهدي لعب كرة لكنها بعيدة عن المرمى، كرة قوية وخارج الملعب. البداية قوية للمنتخب الأفغاني. كرة إلى، شوف الحالة اللي عليها الآن المنتخب الأفغاني، سريع جدا، يريد أن شوف الكرة دي لعبت بشكل عشوائي في اللقطة الماضية. تعود الآن إلى بن سلام الخلف، إلى بلال، إلى سفياني قائد الفريق، إلى إدريس. تمريرات المنتخب يحاول الآن تهدئة الأمور أو تراجع الرتم النسبة السرعة للمنتخب الأفغاني. هنا محاولة، هنا تمريرة لعبة لكنها مقطوعة، أو كرة طويلة، كرة طويلة في يد حارس المرمى، اتلعبت على طول. تمريرات المنتخب الأفغاني إلى 10 أكبر، كرة مقطوعة إلى خارج الملعب.
هذا هو بلال أحد نجوم الفريق في المنتخب المغربي، مرشح قوي المنتخب المغربي أيضا للفوز بالميدالية. وهنا أيضا محاولات بالنسبة للاعب سيد حسيني، سيد حسيني لاعب الكرة لكنها بعيدة عن المرمى. كرة للمنتخب المغربي، بلال ادخال إلى القائد سفياني، يبحث عن من سفياني، يمرر كرة طويلة إلى بلال. وهنا لعبة حلوة، لعبة حلوة إلى خارج الملعب. تمريرة كانت من اللاعب سفياني إلى خارج الملعب، التصويبة وبالتالي ضربة مرمى لمصلحة المنتخب الأفغاني. اتلعبت على طول، كرة طويلة، كرة طويلة لكن في يد حارس المرمى. مرة أخرى المنتخب المغربي، شاهدنا أول دقيقتين المنتخب الأفغاني كان هناك حالة الهجوم جيدة للمنتخب الأفغاني خلال الثلاث دقائق الأولى في هذا الشوط. المدرب مجيد في محاولة منا للعودة للمباراة. هذا هو اللاعب إدريس فيني. محمد الحارس، كرة ملعوبة، تمريرة لكنها تعود المنتخب المغربي. بلال عدى بلال بشكل جيد، تمريرة ولكن مقطوعة. هجمة مرتدة الآن المنتخب الأفغاني. المنتخب الأفغاني يمرر للخلف عند اللاعب سيد أو اللاعب الرقم 6 سيد حسيني. أيضا تمريرات مقطوعة، تعود المنتخب المغربي إلى إدريس. كرة ما فيها شيء، الحكم يقول مشي اللعب إلى قائد الفريق سفياني المسرار. سفياني يمرر لكن كرة مقطوعة، تعود مرة أخرى إلى سفياني. هنا تمرير، القائم ينقذ الموقف. القائم هذه المرة كرة خطيرة، لاحظ تسديدة رائعة من سفياني، لكن وين زعلان عليها سفياني هذه الكرة الخطيرة. كرة كانت خطيرة جدا. القائم ينقذ الموقف وينقذ أفغانستان من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب المغربي. هذا هو. نعم، كرة مرة أخرى تعود المنتخب، وكرة ملعوبة إلى وين؟ إلى خارج الملعب. ضربة مرمى المنتخب الأفغاني. مرة أخرى تمريرات سريعة المنتخب الأفغاني، كرة إلى خارج الملعب. هذا هو اللاعب رقم 9 اللاعب أميد كان بارغاني محمدي. تمريرة إلى خدادو لكن مقطوعة إلى خارج الملعب. المنتخب المغربي تلعبت على طول المنتخب المغربي إلى إسماعيل، يلعب كرة طويلة. إسماعيل كرة تدخل الحارس بشكل جيد، سلامات لحارس المرمى، لكن الهجمة الآن لمصلحة المنتخب الأفغاني. كرة إلى خارج الملعب، سلامات لمحمد سفاري، سلامات لمحمد سفاري. شوف التدخل الجيد في الوقت المناسب. طبعا حاول منها اللاعب عبد الكبير طبعا اشتراكه لكن غير مقصود. حاول يلعب كرة على الطائر، تعود الآن المنتخب. كرة مقطوعة، لا تلعب بالنار أمام المرمى. كرة مقطوعة، تعود مرة أخرى. هنا هجمة سريعة مرتدة لكن لا، تعود مرة أخرى المنتخب. كرة مقطوعة الآن المنتخب. طالت عليه على المنتخب الأفغاني، وتحديدا عند اللاعب عباس حيدري. الآن إلى المنتخب عبد الكبير. تمريرات إلى اللاعب عثمان.
عثمان يحاول التخطي لكن الدفاع تدخل. هنا محاولة ينجح الدفاع ولكن في خطأ على مين؟ اوهو في خطأ الأول. الخطأ الأول على مين؟ هنا الخطأ على اللاعب عثمان إدريسي. عثمان إدريسي. محاولة مرة أخرى الآن المنتخب المغربي. كرة مقطوعة الآن هجمة سريعة. لكن مرتدة المدافع ينقذ الموقف. تعود مرة أخرى الآن هجمة المنتخب المغربي الأفغاني. كرة خطيرة كرة خطيرة. ضاعت على اللاعب سعيد الحسيني. مرتضى سعيد مرتضى أو سيد مرتضى ضاعت عليه. وهنا كرة تعود المنتخب الأفغاني. كرة كانت خطيرة. الآن المنتخب المغربي سفياني تنقطع. هجمة الآن سريعة مرتدة إلى المنتخب المغربي. كرة مرة ولكن حارس المرمى مرة أخرى مرتين. وتدخل بلال هذه المرة وزاوية شوف الكرة خطيرة. كرة إلى خارج الملعب. شوف ردة الفعل الجماهير الأفغانية يطالبون الكرة كانت في اليد. وهنا وقت مستقطع. هل يذهب الحكمان إلى الفيديو؟ نشاهد الآن الكرة لمست في اليد ولا لا. الآن فيديو سبورت فيها إعادة وفي الإعادة إفادة أيضا. هذا هو فيديو سبورت أكشن أندر ريفيو. تحت اللقطة إعادة اللقطة أمام الحكم طارق الخطيبي ويحيى. شوف الكرة لا ما فيها شيء. أعتقد ما لمست اليد. توقع الكل أن الكرة لمست اليد. أتصور أنه ما فيها. لم يلمس الكرة ولكن أيضا الحكم يعني بعد الإعادة مرة ومرتين للتأكد أن الكرة إلى خارج لم يكن في هناك لمسة يد أو يقرر فيها لمسة يد فيها ضربة جزاء. انتظار قرار الحكام. لا ما فيها شيء. يعني شكلها لمسة يد ولكن أعتقد أنه في زاوية أخرى كانت أوضح من ذلك. إذا انتظر. نو بلنتي. نعم ما فيها شيء واضحة. هذا القرار ما فيها بعد الفيديو وبعد المراجعة ليس هناك ضربة جزاء. الكرة للمنتخب الأفغاني الآن تحديدا عند قائد الفريق مهدي راح نفذ الخطأ. والمحاولة الآن عند اللاعب رقم 10. كرة مقطوعة. تعود مرة أخرى المحاولة والتصويبة لكن الكرة من اللاعب رقم 3 اللاعب حميد رضا إلى خارج الملعب. حميد تلعب الكرة إلى قائد فريق مهدي عند اللاعب سعيد مرتضى. سيد مرتضى. هذا سيد مرتضى يحاول لكن الدفاعات ناجعة. هاجم مرتدة سريعة الآن. هاجم مرتدة لكنها وين الكرة طالت على اللاعب رقم 14 إدريس الفيني إلى خارج الكرة. يشرح له ما تشرح له أنت يعني لن يقتنع إلا بقرار الحكام. بطولة كرة الصالات قسمت الفرق إلى مجموعتين. نعم الآن هذه المجموعة في هذه المباراة انتظار المباراة القادمة بين المنتخب الإيراني والمنتخب الأذربيجاني. مرشح قوي المنتخب الإيراني أيضا للمنافسة على اللقب.
هنا محاولة، التعادل لا يفيد الفريقين في هذا اللقاء. هنا محاولة من جديد، كرة مقطوعة، كرة مقطوعة، لكن مرة أخرى رائعة من بلال مرة في هجمة المنتخب، وكرة ملعوبة ولكن وين؟ إلى خارج الملعب. وهنا الحكم يطلب، الحكم خطيبي طارق، ويتحدث مع اللاعبين. نعم، هذه مهمة الحكام، التحذيرات قبل وقوع الخطأ الأكبر، لذلك هو ينبه. وبعد الإنذار الشفهي قد يأتي الإنذار الصعب. كرة ملعوبة الآن، كرة مقطوعة إلى خارج الملعب من اللاعب إدريس. كرة مقطوعة إلى قائد الفريق المنتخب المغربي، حالة هجوم الآن المنتخب المغربي يمرر، لكنها طالت، لم يقراها إدريس بشكل جيد. هذا هو سفياني. تعود مرة أخرى المنتخب الأفغاني إلى اللاعب الثلاثة حميد. كرة مقطوعة من حميد. اوه كرة خطرة، الله لا 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 لا، أضاع الكرة، كرة خطيرة، لكن مرة أخرى كان بالإمكان أحسن مما كان للفريق الأفغاني. كرة على طبق من ذهب، لكنها ضاع الكرة إلى خارج الملعب. سفياني، هجمة إلى بلال إلى سفيان. تمريرات المنتخب المغربي، يحاول الآن إلى إدريس، وكرة ملعوبة إلى خارج الملعب. شوف الكرة، شوف اللقطة، شوف الكرة هذه، يعني كان بالإمكان يلعب الكرة أو يمرر الكرة إلى أكبر، لكنها سهلة. وهنا ردة الفعل للجمهور على اللقطة الماضية، وأيضا على احتياطي الفريق. لو لعب الكرة يعني هو استعجل، طبعا اللاعب في هذه اللحظة ليس أمامه إلا اتخاذ القرار السريع في مثل هذه الكرات. اتلعبت على طول، لكن الدفاع، تدخل الدفاع، والكرة إلى خارج الملعب للمنتخب الأفغاني. كرة من جديد الآن، حالة الهجوم المنتخب إلى محمد سفاري، يبحث عن من؟ محمد سفاري، لكن دفاع. كرة ملعوبة المنتخب، وكرة ترتد بالحارس المرمى. هجمة مرتدة سريعة الآن، هجمة مرتدة سريعة. أوه الله الله الله، سجلها بلال، يا بلال، هدف الهجمة المرتدة الناجحة للمرة الثانية والثالثة، الهجمات المرتدة. نعم، لكن شوف التمريرة عند مين؟ التمريرة كانت من سفياني. الله على التمريرة وعلى الهجمة المرتدة السريعة. شوف التمريرة، وهنا ما كذب خبر اللاعب بلال، يا بلال. وبلال يحيي الحقيقة الأسيست. هنا الفرحة للجماهير المغربية بهدف التقدم والهدف الثالث، وابتسامة عريضة نعم للهدف الثالث، وقد يكون هو هدف الاطمئنان. هنا هجمة، شوف لعبة، لكن إلى خارج الملعب. شوف، إن لم تسجل سيسجل عليك، هذه قاعدة في كرة القدم أو في أي لعبة، المهم أنك أنت لازم تسجل. كرة كان بالإمكان أن يسجل المنتخب الأفغاني، أضاع الهجمة، وفي هجمة مرتدة سجل المنتخب المغربي الهدف الثالث. واعتقد ان هدف في توقيت جيد بالنسبه في العشر الدقائق الاولى من الشوط الثاني بالنسبه للمنتخب المغربي. هنا محاوله على طول تتلعب، لكن ايضا هنا تصويبه الى خارج الملعب للمنتخب المغربي. هذا هو مجيد، يحاول مجيد الان يعطي الفرصه للجميع، تغييرات مستمره. الكرة تلعب على طول للأمام، وهنا هجمة الآن سريعة، هجمة سريعة. أوه، لكن في خطأ على مين؟ الخطأ على الخطأ على مين؟ شوف الخطأ على مين هنا؟ الخطأ على اللاعب رقم 12، على خداد يرتكب خطأ على أيضا انذار.
وهذا الخطأ الثاني على الفريق ولا لا؟ هنا إلى وين الكرة؟ شوفوا الكرة خطيرة، الكرة هذا الهدف الثالث، هذا بذل مجهود اللاعب سفياني، بذل مجهود كبير، هنا يقبل علم بلاده، وهدف الثالث والإطمئنان، وهنا الفرحة للمنتخب المغربي وجماهير الحاضر المساندة في هذا اللقاء. نعم، بطولة الفريق أيضا مرشح قوي للمنتخب المغربي للميدالية الذهبية في هذه البطولة، بطولة دورة التضامن الإسلامي لكرة الصالات، كرة القدم للصالات، كرة ملعوبة إلى خارج الملعب. كرة للمغرب الآن من جديد، اتلعبت إلى اللاعب سفياني بوريت عند اللاعب عثماني، كرة ملعوبة طويلة لكنها تصل سهلة في يد حارس المرمى. محمد سفاري يلعب كرة طويلة إلى 10 إلى أكبر، تعود للخلف إلى اللاعب السيد مرتضى، لكن الكرة مرة أخرى عند السيد مرتضى، يلعب الكرة الخلف إلى محمد الحارس المرمى، تمريرات، هنا محاولة واللعبة، ولكن أيضا الله 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 على اللعبة الخطرة، لعبة خطرة. مهدي قائد الفريق يلعب الكرة، لكن تدخل الحارس، الخطأ في خطأ. هنا اللعبة، اوه الله عليك يا بن سلام، وكرة ملعوبة وضغط أفغاني. شوف الهجمة المرتدة، يلعبها لكن تأخر في الهجمة المرتدة اللاعب عبد الكبير إلى خارج الملعب. كرة لمصلحة المنتخب المغربي، إسماعيل أمازال، وهنا محاولة بالراس تتلعب، تعود مرة أخرى المدافع إلى إسماعيل، يمرر إلى إدريس، تمريرات، كرة مقطوعة، الخلف لحارس المرمى، تمريرات المنتخب الآن الأفغاني يحاول الهجوم، كرة مقطوعة إلى خارج الملعب من اللاعب الرقم 6 السفياني بوريت. هنا الآن إلى وين المنتخب الأفغاني؟ محاولة، ولكن دفاع المغربي ينجح حتى هذه اللحظة، وحارس مرمى بن سلام يمنعان دخول يده. هنا كرة خطرة لكن تعود مرة أخرى المنتخب المغربي. هنا قائد الفريق سفيان إلى 14 أدريس، إلى سفيان إلى إدريس، سلامات إلى لاعب المنتخب الأفغاني اللي وقع على الأرض الآن، إلى اللاعب السيد مرتضى، هذا سيد مرتضى حسيني، سيد مرتضى حسيني. سلامات أكثر من 3000 لاعب مشارك في هذه البطولة، أكثر من 57 دولة في هذه الدورة، دورة التضامن الإسلامي على أرض المملكة العربية السعودية. جهود كبيرة تبذلها اللجنة الأولمبية السعودية بقيادة الأمير أو الوزير عبد العزيز بن تركي، أعضاء اللجنة الأولمبية من أجل إنجاح هذه التظاهرة على أرض المملكة العربية السعودية. نعم، المملكة دائما في استضافات على مستوى كبير، دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين للرياضة، ودعم لا محدود وللمشاركات. وهنا خطأ، وهنا كرت أيضا، الكرت على اللاعب حميد رضا يرتكب خطأ. هذا حميد رضا، هذا الخطأ واضح، سحب وخطأ طبعا عن منع هجمة مرتدة، وبالتالي خطأ لمصلحة المغرب.
المملكة قادمة على تنظيم ونظمت وستنظم بطولات كأس آسيا، بطولة آسيا لكرة القدم والألعاب الآسيوية والألعاب وكأس العالم 2034 وكأس وإكسبو، معرض إكسبو 2030. إذا المملكة وشبابها قادرين، وشباب طويق قادرين على هذه التنظيمات وهذه المجهودات الكبيرة التي يبذلها الشعب أو الشباب السعودي من أجل نجاح مثل هذه التظاهرات. هنا كرة إلى الخلف ملعوبة المنتخب الأفغاني إلى اللاعب خدود أو خدادة، إلى اللاعب رقم 10 أكبر يحاول يتخطى اثنين، كرة مقطوعة مرة أخرى تلعب للخلف إلى رضا، تمريرة حلوة، كرة خطيرة لكن شوف الدفاعات رائعة، كرة ملعوبة سريعة الآن، سريعة لكن تدخل الحارس المرمى. مرة أخرى إلى اللاعب أكبر الخلف عند اللاعب سيد حسيني، هذا سيد حسيني، محاولة سباق مع الزمن، ولكن شوف الدفاع رائع لأدريس للمنتخب المغربي، دفاع رائع. هذا هو السيد مصطفى أو حسيني للمنتخب الأفغاني. الآن المحاولات، الكرة ملعوبة ترتد من المدافع إلى خارج الملعب. التغييرات أيضا دائما باستمرار للاعبين. هنا الآن التمريرة للمنتخب ولكن سهلة تصل في يد اللعبة، كرة طويلة إلى المنتخب المغربي، كرة مقطوعة تعود سهلة جدا، الله بالله اتلعبت بالراس لكن تدخل المدافع من أمام المهاجم المغربي، وكرة لمصلحة اللاعب الزفياني عند اللاعب إسماعيل يحاول يمرر لسفياني، كرة ملعوبة ولكن إلى خارج الملعب من اللاعب عثمان الإدريسي. هذه الكرة المنتخب الأفغاني ملعوبة ودفاع وكرة لمصلحة المنتخب المغربي. الآن من جديد نلعب في 7 دقائق الأخيرة الآن من الشوط الثاني عفوا، وبالتالي المنتخب المغربي الله على التمريرة أيضا، الأسيست رائع جدا لكن أيضا التنفيذ كان لكن بالمرصاد. هذا هو محمد السفاري. شوف الكرة التمريرة ومحاولة اللاعب عثمان الدريسي مرة أخرى، كرة مقطوعة، هجمة، كرة مقطوعة الآن، الهجمة المرتدة، الله على الدفاعات، رائع يا يوسف بن سلام، سلام عليك يا بن سلام، سلام رائع، وينقذ مرماه من عدة أهداف في الشوط الثاني. هذا الحارس المتألق اللي يحمي مرماه بكل بسالة في هذا اللقاء. المحاولات الآن المنتخب الأفغاني يحاول تصويبها لكن الكرة إلى زاوية من اللاعب أكبر كاظمي، هذا كاظمي. المحاولات الآن ما عنده شيء يخسر الآن المنتخب الأفغاني، ما عنده شيء، يعني هو خلاص خسران لن يتأهل في حالة إلا إذا طبعا حدث فريق الأذربيجاني مفاجأة كبيرة للفوز على المنتخب الإيراني، وهذه طبعا فيها صعوبة لأن المنتخب الإيراني أيضا مرة شوف الآن يلعب بهجوم زايد. هنا اللاعب رقم 9 ومحاولات، الله على التصدي الرائع لبن سلام يا بن سلام. مرة أخرى الآن المنتخب، هنا هجمة سريعة، تمريرات إلى مهاجم زايد، بلاعب زايد الآن في الأمام، اللاعب
أميد. شوف الآن اللاعب صاحب الفنيل الخضراء هذا لاعب بدل حارس المرمى. كرة إلى وين؟ إلى خارج الملعب لمصلحة هذا مجيد يحاول الآن قدر المستطاع، قدم شوط أعتقد أنه شوط رائع، لكن حارس المرمى كان بالمرصاد لكل الكرات الخطرة اللي كانت على المنتخب المغربي. بن سلام أحد الأوراق المهمة بالنسبة أيضا، والحارس الأمين في مرماه للمنتخب. هذا هو الحارس المتألق. كرة إلى ملعوبة للخلف عند اللاعب المنتخب الأفغاني، يحاول جاهدا أن يعدل النتيجة في الوقت المتبقي، وتصويبه هجمة الآن مرتدة لكنها تعود سهلة. يلعب بدون حارس مرمى طبعا سيدفع الثمن، لو أخطأ أي خطأ ربما خلاص ينهي بها كل الأمور المنتخب المغربي. محاولات ودفاع، هجوم ودفاع. كرة إلى أميد، التمرير، كرة الخلف، كرات تمريرات سريعة، لعبة حلوة، الله سهلة 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 سهلة، لكن عاد المدافع واللي هو اللاعب حميد رضا إلى الخلف. طبعا بدون حارس مرمى ما عنده شيء يخسره. هنا محاولة، هنا لا لا لا، لعبت للخلف بشكل أعتقد كان فيها نوع من التأخير. الكرة تتلعب على طول المرمى الخالي، ومحاولة الآن نلعب في 4 دقائق أخيرة الآن من الشوط الثاني من هذه المباراة. وهنا ملعوبة لكنها سهلة. شوف الآن تعود، هنا محاولة الآن، هجوم إلى سفياني المنتخب المغربي عند اللاعب رقم 8 سفياني أيضا. كرة مقطوعة، لا مع المنتخب المغربي، ودفاع وكرة سهلة. كاد يخطف الكرة المنتخب الأفغاني إلى أكبر، وهنا سهلة. رضا حسين اللاعب رقم 7. شوف الكرة راحت عليه خلاص الأعصاب. هنا وقت مستقطع الآن للمنتخب المغربي، وقت مستقطع. إذا انتهى الوقت المستقطع. عودة للمباراة. المدرب المغربي يريد الحفاظ على النتيجة. 3 بالنسبة له خلاص قريب جدا للوصول للدور الأربعة وتصدر المجموعة. كرة ملعوبة للأمام، والكرة ملعوبة إلى خارج الملعب، تلعبت على طول. المنتخب الأفغاني، كرة مقطوعة، دفاع ناجح حتى الآن المنتخب المغربي. كرة إلى سفياني خارج الملعب. هنا الآن إلى مين اللي راح ينفذ الكرة خارج الملعب؟ حميد. هجوم للمنتخب الأفغاني، تمريرات، محاولة كسر الدفاعات المغربي.
هنا ملعوبة لكن تصويبة في التصدم في الدفاع، دفاع ناجح وكرة ملعوبة. اوه كرة ملعوبة من حميد، لكن الكرة هذا حميد رضا، حميد رضا. كرة مقطوعة كانت ملعوبة خطرة. نلعب في آخر 3 دقائق من المباراة والمنتخب المغربي خلاص اطمأن على نتيجة. كرة مقطوعة الآن، كرة مقطوعة، لكن شوف التراجع السريع، شوف الرجوع السريع للمنتخب المغربي في اللقطة الماضية وحفاظ على الدفاعات. تغييرات مستمرة إلى حميد رضا وكرة ملعوبة. الله 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 على اللقطة، سواء من المدافع أميد لعب كرة رائعة، ولكن الحارس بن سلامة واقف في مرماه بكل بسالة. هنا محاولة الآن مرة أخرى المنتخب المغربي، كرة مقطوعة إلى إدريس وكرة تعود سهلة لحميد. هذا حميد رضا، كرة مرة أخرى حميد إلى قائد الفريق مهدي. تمريرات حميد، وهنا كرة ملعوبة سهلة بالراس، لكن الدفاع. هجمة مرتدة الآن، هجمة مرتدة، هدف الرابع، الهدف الرابع. الله الله، خلاص خلص عليه. الله، الهدف الرابع للمنتخب المغربي. مبروك، ألف مبروك للمنتخب المغربي، الفوز المستحق في هذا اللقاء. هذا هو بلال باكالي، هذا بلال، الله عليه، الله يا بلال. طبعا هذا يدفع الثمن الآن بدون حارس مرمى، لأنه ما عنده شيء يخسر. المدرب الأفغاني يلعب بدون حارس مرمى بزيادة العدد المهاجمين، وبالتالي 4 أو 3 زي بعض يعني. هذا هو بلال رائع، وابتسامة الفوز، وهنا الفرحة الكبيرة للمنتخب المغربي على هذا الانتصار والفوز والوصول إلى دور الأربعة. وهنا خطأ مرة أخرى لحسيني، سيد حسيني. 4 مقابل لا شيء. اليوم المنتخب المغربي يتجلى في هذا اللقاء ولا يريد إحداث أي مفاجأة. طبعا سادس العالم المنتخب المغربي في البطولة الماضية، يريد أن يحافظ على السجل والفوز بالميدالية الذهبية. وهنا المحاولات الآن، لكن هناك أيضا منتخبات قوية. ربما يقابل المنتخب المغربي المنتخب السعودي في دوري الأربعة أو المنتخب الأوزبكي. كرة ملعوبة طويلة. المنتخب المغربي الآن حالة الهجوم رائعة، حالة الهجوم، ولكن أيضا حارس تصدي رائع للحارس. الله، عدى حميد إلى وين؟ إلى القائد. تمريرة عند اللاعب أكبر، لكن الهجمة مرتدة. الخامس لا، رفض اللاعب محمد، الحارس يرفض الخامس. هنا محاولة وتصويبة لكنها خارج الملعب. المنتخب الأفغاني، هذه محاولة اللاعب سيد حسين. كرة ملعوبة في هجمة مرتدة. الخامس لا تعثر. هجمة الآن مرتدة، كرة سريعة. لوين يا محمد؟ وين يا محمد؟ طالت على الحارس للحارس، ما عنده شيء يخسره. خلاص انتهى، الأمور انتهت بالنسبة. نلعب في الدقيقة الأخيرة. خلاص أبدا. دفاع مستميت وحراسة ناجحة للمنتخب المغربي، دفاع ناجح، وأيضا حراسة. الله على الأسيست، الله على الكعب، الله. لكن شوف العودة المرتدة الآن. هنا اللاعب أكبر إلى وين الآن؟ المنتخب المغربي يريد على الأقل هدف حفظ ماء الوجه بالنسبة في هذا اللقاء. هنا محاولة دخول، الله على الدفاعات، استباتة دفاعية رائعة للمنتخب المغربي. مرة أخرى المنتخب، حميد إلى أميد، كرة مقطوعة.
خلاص انتهت 10 ثواني 10 ثواني وكرة ملعوبة إلى خارج الملعب. خلاص انتهت الأمور 7 ثواني متبقي. الكرة ملعوبة تتلعب تتشال بالراس مرة أخرى. المنتخب الأفغاني يريد على الأقل يسجل هدف وأنت أطلق الميقات صافرة معلن عن نهاية هذه المباراة وفوز مستحق للمنتخب المغربي وصوله إلى دور الأربعة والمنافسة على الميدالية إحدى الميداليات وإن كان مرشحا أيضا للميدالية الذهبية. ألف ألف مبروك للمنتخب المغربي هذا الفوز الصريح وهذا الفوز المستحق. حظ أوفر للفريق الأفغاني اللي قدم أيضا مستوى جيد في هذه البطولة. نعم كنا معكم في لقاء مثير جدا في لقاء المجموعة الأولى انتهى فوزا للمنتخب المغربي وكما بدأت المباراة وتقبل التحايا من بعض ونحن أمة واحدة لا تفرقنا. وهنا الآن طبعا السلام الفريقين على بعض. نعم بكل روح رياضية تقبل الخسارة وشكرا لكم. تقبل